ده مسجد محمد علي اللي موجود جوه قلعة صلاح الدين، ولكن في معلومة لسه عارفها إن محمد علي كمان كان عنده قلعة كانت موجودة فوق جبل المقطم وجنب قلعة صلاح الدين على طول. يقال إن محمد علي عرف نقطة ضعف القلعة لما طلع على جبل المقطم وكشفها وضربها من فوق علشان يعرف يدخل القلعة أيام خورشيد باشا قبل ما يتم عزله ويتولاها محمد علي. ولما محمد علي بقى تولى الحكم عرف إن المكان ده هو نقطة ضعف القلعة اللي هي مقر الحكم، فعمل عليها قلعة صغيرة أو يعتبر حصن صغير ووصلها بقلعة صلاح الدين بطريق اسمه الزلاقة من باب القلعة تحت لحد فوق الجبل. والفرنسيين زمان نسبوا القلعة اللي موجودة فوق الجبل دي لنابليون، ولكن في كتاب اسمه قلعة محمد علي لا قلعة نابليون لمحمد الأصمعي كان بيثبت فيه إن القلعة دي بتاعت محمد علي. المهم تعالوا نرجع للجامع اللي بناه جوه قلعة صلاح الدين. في البداية محمد علي باشا زيه زي أي حاكم عايز يثبت وجوده بعد الاستقلال بالحكم، وده حصل بأشكال كتير حتى في الناحية المعمارية. يعني هو كان معجب جدا بالقلعة اللي هي مقر الحكم أصلا اللي هو قاعد فيها، وبعد ما قضى على حكم المماليك قال لازم اقطع اي صله تربط المماليك بالقلعه. المماليك كان عندهم منشآت كتيره جدا بنوها فوق القلعه سواء دينيه او مدنيه، هو هدم كل المنشآت المدنيه وبنى الجامع على ركامها، ومنها قصر الابلق للسلطان محمد بن قلاوون. ونظرا لان محمد علي باشا كانت نشأته عثمانيه وكان تابع للجيش العثماني في البدايه، حتى لغه الام كانت التركيه العثمانيه، كان متأثر جدا بالعماره بتاعتهم وحب انه يعمل جامع يضاهي الطراز العثماني في اسطنبول. ولكن طبعا ده مش اول جامع من الطراز العثماني في مصر، يعني اول واحد كان جامع سليمان باشا الخادم اللي موجود في القلعه برضه، وبعده جامع سنان باشا في بولاق، وبعده اتعمل مسجد محمد بيك ابو الدهب، وبعده اتعمل مسجد الملكه صفيه، وبعد كل دول جامع محمد علي اللي موجود في القلعه. فهو مش اول جامع عثماني، لكن الجامع ده وصل لقمه الطراز العثماني ساعتها. وبنى جامع محمد علي على طراز جامع السلطان احمد الاول او الجامع الازرق، فاستعان بمهندس تركي اسمه يوسف بوشناق، ولكن الجامع بالكامل اتبنى بايد العمال المصريين. حتى الرخام الالاباستر اللي مستخدم في الجامع كله من محاجر بني سويف. طيب تصميم الجامع لو بصينا عليه هنلاقي ان هو شكله مستطيل ومتقسم لجزئين، بيت الصلاه اللي هو متغطي والصحن المكشوف اللي هو بيقال عليه الحرم. وهو ده التصميم العثماني، ان يكون في جزء مقفول علشان الطقس عندهم كان برد. المهم بيت الصلاه واخد شكل مربع وليه 4 اضلاع، الضلع الواحد طوله 41 متر، ولو بصينا في السقف هنلاقي ان في قباب كتير، وفي النص قبه مركزيه ضخمه قطرها 21 متر وارتفاعها من الارض 52 متر. وعشان نعرف هي القبب دي معموله ازاي، في البدايه الجامع مبني على 4 دعامات هما اللي شايلين السقف وكل النظام اللي فوق، وما بين كل دعامه والتانيه اتعمل عقد او ارش، فكده في 4 دعامات ضخمه وما بينهم 4 عقود، وما بين كل عقد والتاني هيظهر حاجه اسمها الحنايا، هي مثلثات كده بتملى الفراغ اللي ما بين العقود، وكده بقى عندك دايره تبني عليها القبه بتاعتك. وزياده على كده علشان نوزع الحمل على جدران الجامع عمل حوالين القبه المركزيه 4 انصاف قباب، وظيفتها ان هي عنصر انتقالي ما بين القبه المركزيه وجدران الجامع عشان ما يحصلش اي انهيار. وطبعا في عقود تانية ودعامات موجوده ما بين انصاف القباب والجدران. طيب لازم نعرف في البدايه ان المشكله الفيزيائيه في اي سقف حجري ضخم ان الوزن مش بيقع لتحت بشكل عمودي، بس هو بيتحرك في اتجاهين، الاول لتحت بفعل الجاذبيه والتاني قوه دفع جانبيه. وركز قوي في الحته دي لان دي اكبر مشكله في الجامع. وعشان نفهم الفرق ما بينهم تعالوا ناخد مثالين بسرعه كده. تخيل معايا انك جايب كذا كرتونه بيض، مش عارف ليه بيض يعني، فوق بعض بشكل رأسي. البيض هنا وزنه كله نازل لتحت بس، فلو حطيت كتاب او كرتونه بيض تانية او قوه من فوق فالبيض هيتكسر لان الحمل كله عمودي نازل لتحت بس. دلوقتي بقى تعالى نتخيل ان انت عامل بايدك شكل مثلث وضاغط بيهم على بعض من فوق، ولو في قوه ضغطت على ايدك من فوق هتلاقي ايدك اليمين والشمال بيهربوا يمين وشمال، يعني ايدك بتتزحلق لبره، وده بالظبط اللي بنسميه الدفع الجانبي. علشان كده الاكتاف وانصاف القباب والعقود كل ده معمول علشان يوزع الحمل ومفيش اي حاجه تنهار. ولكن للاسف حصلت طبعا مشاكل في القبه المركزيه وظهر فيها شروخ وعشان كده هتترمم. هنوصل للترميم بعد ما نشرح الجزء الخارجي. الصحن المكشوف او الحرم هي مساحه مفتوحه وفيها 4 اروقه مدببه، الاروقه دي بقى متشاله على اعمده رخاميه وفوقيها قباب صغيره ومتغطيه بطبقه من الرصاص وطالع منها هلال وجواه نجمه، وده شعار الاسره العلويه. وفي نص الصحن هتلاقي نافوره الوضوء شكلها ثماني من الرخام برضو ومزينه بزخارف من الباروك والروكوكو، وده طراز اوروبي معمول بره وجوه الجامع، ومكتوب على كل جنب من الثمانيه اللي موجود في النافوره ايات قرانيه ليها علاقه بالوضوء والصلاه. المهم لو بصينا جوه هنلاقي فيه منبرين، واحد خشبي ضخم وده يعتبر اكبر منبر في مصر وده اللي اتعمل مع الجامع زمان، والتاني معمول من الرخام اتعمل بعد الترميمات من الملك فاروق. ايه حكايه الترميمات بقى؟ لما تبص على جامع محمد علي دلوقتي ممكن تفتكر بعد كل اللي شرحناه ده انه فضل ثابت من ساعه ما اتبنى، ولكن الحقيقه ان الجزء الاهم من الجامع منظومه القباب والاقواس دي مرت بواحده من اكبر عمليات الترميم الانشائي في مصر. طب السؤال الاهم بقى، ايه اللي وصل الجامع للمرحله دي؟ في نهايه القرن ال19 بدأ
بدأت تظهر مشاكل في الدعامات الأساسية اللي شايلة منظومة القباب، وبدأت لجنة حفظ الآثار العربية تدور على طرق لتقويتها. وسنة 1899 في مهندس اسمه سيرفن قدم اقتراح لتدعيم الدعامات دي بالخرسانة المسلحة. قال بدل ما الدعامات القديمة شايلة الحمل كله لوحدها، احنا نعمل غلاف من الخرسانة المسلحة حوالين الدعامات نفسها، بحيث الاتنين يشتغلوا اكنهم جسم انشائي واحد. وبحسب التقرير اللي قدمه ساعتها ده كان ممكن يقلل الحمل على الدعامة تقريبا النص من غير زيادة كبيرة في الابعاد الخارجية للدعامات دي. لكن مهم جدا نعرف ان ده كان اقتراح درس سنة 1899 بس مش هو ده الترميم اللي هيحصل بعد كده. ولكن المشكلة استمرت مع مرور السنين، وزادت الشروخ اللي موجودة في السقف والحركة في اجزاء بسيطة من الجامع، لحد يوم 29 ديسمبر سنة 1931 اتشكلت لجنة هندسية مخصوص علشان تجاوب على سؤال واحد بس: هو المسجد فيه شروخ ليه؟ واول مشكلة واجهتهم ان الرسومات التنفيذية اصلا بتاعت الجامع ما كانتش موجودة بشكل كامل، فاضطروا يعملوا رفع هندسي كامل للجامع من اول وجديد، ويدرسوا المواد والاحمال وحالة العناصر الانشائية. المهندسين طبعا في البداية فحصوا الاساسات والتربة وعملوا اختبارات قياس للشروخ وحركة المباني اللي بتحصل، والنتيجة اللي ظهرت ان الجامع قائم على الصخر، فبالتالي المشكلة مش نتيجة هبوط في الاساسات، لكن في المقابل اكتشفوا ان اجزاء من المبنى كانت بتتحرك لبره. بدأت تفهم انا قلت لك ايه في البداية ودلوقتي ايه اللي بيحصل؟ يعني في بعض الحوائط وصل الانحراف بتاعها ل 10 سم على ارتفاع 11 متر بس، وفي المآذن وصل لحوالي 20 سم. خلاصة الكلام ان الارض نفسها مش هي السبب اللي كانت بتحرك الجامع، المشكلة كانت من فوق. وزي ما شرحنا ان القبة مش بتضغط لتحت بس، لا هي في قوة جانبية بتزق الجوانب لبره، وطالما المبنى قادر يقاوم القوة دي كل حاجة هتبقى تمام. لكن طبعا مع وجود الشروخ وحركة وتدهور في بعض عناصر الربط الحديدية اللي ماسكة الكلام ده كله او بتقاوم الحركة الجانبية، فبدأت الحركة تظهر في الاجزاء الحاملة نفسها. فالمشكلة ما كانتش مجرد شرخ، لا دي المنظومة كلها كانت بتحاول تطلع لبره. وهنا كان عندهم اكتر من حل: الاول ان هم يحاولوا تدعيم الاجزاء الحاملة ويسيبوا القبب القديمة زي ما هي، ولكن لما درسوا وزن الجزء اللي فوق لقوا ان هم بيتعاملوا مع كتلة ضخمة جدا، حوالي 4000 طن للجزء العلوي كامل، ومنها حوالي 1750 طن للقبة المركزية لوحدها. وهنا قرروا ان هم هيفكوا كل الجزء اللي فوق بالقباب والدعامات اللي معمولة عشان يشوفوا الهيكل الداخلي اللي شايل القبب دي ويصلحوه، بعد كده يرجعوا يبنوا القبب دي تاني. بس ظهرت مشكلة: ازاي ممكن تفك الجزء اللي فوق من غير ما اللي فوق يقع على تحت؟ الحل انهم قبل ما يفكوا اي حاجة يسندوا الجامع كله، وتصمم مشروع ضخم يعتبر مشروع لوحده: السقالات الحديدية جوه الجامع، علشان يسند كل الاجزاء اللي فوق وهم بيشيلوا القبب وبيعيدوا بنائها. ووزن منظومة السقالات ده وصل ل 650 طن من الحديد لوحده، وكان في قلبها برج مركزي مزود بمصعد للعمال عشان يعرفوا يطلعوا لفوق، وطبعا كان في وسائل لنقل مواد البناء والخرسانة لفوق. خلاصة الكلام ان هم قبل ما يرمموا الجامع كان لازم يعملوا هيكل معدني ضخم يسند الجامع كله وهم بيرمموه. وفي فبراير سنة 1935 بدأوا في تفكيك القبة الرئيسية، ومع استمرار الشغل القبب بدأت تختفي واحدة ورا التانية، لحد شهر يوليو من نفس السنة كانت الأجزاء الرئيسية من القبب والدعامات اتفكت، ولأول مرة ظهر الهيكل الداخلي للجامع بالشكل اللي يسمح للمهندسين بإعادة بناء المنظومة من أول وجديد على مية بيضاء. المهندسين ساعتها قرروا إن هم ما يرجعوش يبنوا القبب بنفس نظامها القديم، يعني يستخدموا الخرسانة المسلحة في الهيكل الجديد مع الحفاظ طبعا على الشكل والأبعاد المعمارية للجامع. والقبب الصغيرة كانت ممكن تجهز على الأرض وبعد كده تطلع وتتركب فوق، لكن القبة الرئيسية كان مخطط إن هي تتعمل في مكانها فوق نظام التدعيم. وبدأت أعمال الشدات الخشبية للقبة الرئيسية وبعد كده تنفيذ الهيكل الخرساني المسلح. والقبب الصغيرة اكتمل بنائها يوم 24 ديسمبر سنة 1935، والقبة الرئيسية اكتملت يوم 6 فبراير سنة 1936. ولكن لسه في مشكلة: احنا بنتكلم عن جامع تاريخي، يعني المهندسين مش مطلوب منهم ان هم يعملوا قبة جديدة، كان لازم لما عملية الترميم تخلص الجامع يرجع اكن ما اتعملش فيه حاجة زي ما انت بتحس دلوقتي، يعني الجامع يفضل شكله هو نفس الجامع القديم. وده كان اكبر تحدي، وخصوصا لان القبب من جوه كانت مليانة تفاصيل وزخارف رهيبة. علشان كده قبل التفكيك تم توثيق كل الزخارف اللي موجوده جوه قبل حتى ما يفكوا اي حاجه عشان يقدروا يرجعوها تاني بعد عمليه البناء. ومعظم القباب استعادت التغطيه بتاعتها بالرصاص من بره زي ما كانت، لكن القبه الرئيسيه استخدموا فيها الواح رصاص جديده بسمك 3 ملم، وطبعا استخدموا تاني جزء من احجار الكسوه القديمه، والحاجات اللي كانت ناقصه عملوها بمواد جديده لكن تفضل محافظه على الشكل. وبعد كده طبعا بدات عمليه اعاده الزخارف والتشطيبات اللي كانوا موثقينها. في النهايه اهم حاجه في قصه جامع محمد علي مش ان المهندسين عرفوا يصلحوا شويه قبب، لكن ان هم عرفوا
عرفوا امتى يتدخلوا وامتى يحافظوا وامتى يستخدموا التكنولوجيا الحديثة من غير ما يبوظوا اثر الماضي، عشان هم غيروا اجزاء اساسية من الهيكل واستخدموا الخرسانة المسلحة والسقالات الحديدية والمواد الحديثة يعني ساعتها. ولكن لما خلصوا فضل الجامع هو نفسه القديم في عينينا. وده يمكن يكون معنى الترميم الحقيقي، مش انك ترجع المبنى للماضي، لكن انك تخلي الماضي يقدر يكمل للمستقبل.